الخير عليكم، عم زينهم بيحييكم في زينهم توك شو. عنوان حلقة النهاردة تحت اسم اللي اختشوا ماتوا. حقيقي اللي اختشوا ماتوا، واللي ما يعرفش المثل ده اتقال ليه انا بقى اقول له اتقال ليه. ايام زمان كان في حمامات موجودة في مصر في زمن العثمانيين، وكانت الحمامات دي في منها حمامات للرجالة وفي منها حمامات للستات، وكانت المية بتسخن على الخشب. في سنة 1989 حصل حريق كبير جدا في حمام علي بك اللي في جرجة في سوهاج، فالستات اللي خرجت عريانة من الحمام قدرت تهرب من الحريق، والستات اللي اختشت تطلع عريانة ماتت جوه في الحريق، واشتهرت القصة باللي اختشوا ماتوا. ومن بعدها بقت مثل شعبي بيتقال للناس اللي بتخزل تعمل حاجة او العكس، وكمان بقى بيتقال للناس اللي بتعمل كل حاجة من غير حية او اختشا، فبقى يتقال عادي. طب يا عم زينهم، عرفنا المثل اتقال ليه وايه معناه، انت بقى طالع تقوله النهاردة في الحلقة ليه؟ انا بقى اقول لك بقوله ليه. انا كنت قاعد في امان الله لا بيا ولا عليا، والاقي رساله جايه لي على الانستجرام بتاعي. طبعا اللي ما يعرفش الانستجرام بتاعي ينزل تحت في الديسكريبشن هتلاقيه، خش بقى عليه واعمل فولو ومتابعه، واي حاجه عايز تبعتها لي ابعتها لي وانا ارد عليك على طول. المهم فتحت الرساله لقيت واحد بيقول لي الحق يا عم زينو، شوف الواد زنق البت على الكوبري ازاي. قلت له يا ابني هو في حد بيزنق حد على الكوبري دلوقتي؟ انا اعرف ان الزنق بيكون تحت الكوبري او في الخرابه او ورا مصنع الكراسي، لكن على الكوبري دي جديده دي بقى. قلت عادي، ممكن الكوبري يكون لسه جديد وما اتفتحش ومفيش حد ماشي عليه، فالواد استغل الفرصه لحد ما فتحت الفيديو. يا ولاد اللعيبه، على الكوبري كده وسط الناس والعربيات. طب وقف ازاي؟ انا اقصد وقف ازاي هو وهي فوق الكوبري كده، محدش يفهمني غلط. بس برضو خلينا متفقين ان احنا لازم نحط النيه الحلوه. مش ممكن يكونوا عملوا كده عشان يشوفوا الكوبري الجديد هيستحمل ولا لا، احسن يكون ضحكوا علينا والسوست مش شغاله. وممكن يكون بيبخروا الكوبري عشان ما يتحسدش. اهو دول مشوا بمبدا هو احنا لسه هننزل تحت الكوبري يلا عشان مستعجله. طب ما نعمل لهم كوبري بقى في منطقتهم ونخلص. انتوا عارفين المشكله ان هم فوق كوبري جديده دي بصراحه. حقيقي الواحد مش عارف يقول ايه، بس لما تركز في الفيديو هتلاقيهم في عز النهار وفوق الكوبري، وده يدل ان هم ما عندهمش ادراك، زيرو ادراك اطلاقا. انا في الاول انا كنت فاكر ان الكوبري مقفول او تحت الانشاء ومفيش عربيات ولا ناس خالص، بس لما كملت الفيديو للاخر لقيتها قال ايه خبطت عليه عشان يفوق عشان في عربيه معديه. لا بتختشي يا بت ووش كسوف، وده معناه ان هم في كامل قواهم العقليه، عشان محدش يطلع يقول لي ان هم كانوا شاربين حاجه وما كانوش واعيين للي بيعملوه. طب ايه اللي خلاهم يعملوا كده؟ انا اقول لك، لان دلوقتي مفيش رقابه خالص على البت والولد من ناحيه البيت، وده طبعا باين في الفيديو لان سنهم ما يتعداش ال 16 ولا ال 17 سنه، ولان دلوقتي ما بقاش رقابه في البيت عن البت ايه اللي لابساه ولا ايه اللي انت حاطاه في وشك وانت نازله ده، ولا حتى بيمسك موبايلها يفتش فيه ولا يسأل ويشوف مين صحابها والبت أخرت ليه. عكس زمان كان الأب كان يشوف البت لو حاطة حاجة في وشها كان يديها الأمين ويخليها تخش الأوضة ومفيش نزول. لكن دلوقتي البت تمشي مع صاحبها ويجي أبوها يقول لها مين ده تقول له ده هاني. ومش بس كده، لا كمان السوشيال ميديا والتكنولوجيا والحاجات اللي طلعت جديد الغرب صدرها لنا عشان يورينا إن الحاجات دي اللي بتحصل في الشارع عادي، وإن دي حرية شخصية. ودول بقى اللي هم عايزين يوصلوه. احنا وصلنا ليه؟ ده ياجوج وماجوج مش هيطلعوا يلاقوا حاجه يعملوها. ودي بقى رسالتي من هنا، احب اقول لكل اب وام خلي بالكم من ولادكم، عشان اليومين دول كده الدنيا ما بقتش مظبوطه والعقليات والجيل اللي طالع جيل مهبب بنيله. الله يخرب بيوتكم. اقول لكم على حاجه سديتوا نفسي. طب والله العظيم تاني ما انا مكمل الفيديو. سلام.